بطريقة مختلفة. أنا كبرت ونضجت ورؤيتي الفنية للأمور والموسيقى كتير اختلفت عن قبل، عن زمان. عن جد عبالي أحكي عن الأمور بوجهة نظر تعلمت كتير بحياتي بعد هالأعمال اللي قدمتهم. يمكن دكتور صلى سنة، وملكة جمال الكون صلى كم شهر. كتر خير الله عم نحكي عن 230 مليون. هلأ عم نحكي عن شي مليار و300 مليون بظرف سنة تقريبا. يعني كتر خير الله، هذا الشيء كتير مهم. بس بحاجة نحن ننتقل لمرحلة فنية جديدة، وأنا بحاجة إذا بدكم الجمهور يعطيني الضوء الأخضر إنه إيه عبود، نحن عن جد السوق ممل وما بقى بدنا هذا الشيء يتكرر، وبدنا تعطينا الشيء الجديد. لأنه أنا فعلا عبالي غنيتي تعيش. أنا عبالي أعمل غنية تعيش يسمعوها الناس جيل عن جيل، والجمهور بده يدعم هذا الحكي. أنا ما فيني أعمله لحالي، أنتوا بدكم تدعموني بهذا الحكي. بعيوني لمعة حزن على فكرة. ما بعرف انه الموضوع فلسفي زيادة، ويمكن ما كتير عبالكم تسمعوا هذا الشيء. بس انا ما فيني احطكم برا المعادلة. ما فيني ما الكم اللي عم خطط له، ما فيني الكم شو اللي عم جرب اعمله، لانه صعب علي. وانا خلقت شيء جديد وتقلد، ومضطر دائما نخلق شيء جديد وينجح ويتقلد او ما يتقلد، بغض النظر عن فكرة يتقلد او لا. اهم شيء فكرة انه دائما يطرح شيء جديد، واللي يطرح شيء جديد دائما في ناس ايه او لا. ما في اجماع، الجديد ما فيه اجماع، لانه غير مستساغ، غير معتادين عليه الناس. مين بيدعم هذا الحكي؟ هذا الحكي بيدعمه جمهور مثلكم، اللي ايه عبود نحن معك، بدنا عن جد شيء جديد، بدنا تحكي قصص ما حدا بيطرحها بوجهة نظرك. لانه اصلا نوعيه نجاحي كان ما بتشبه الثانيه. يعني بفديكي فرضا هي ديب هاوس ما بتشبه صبرا، ما بتشبه يا ليل ويا العين، ما بتشبه وين ما بتشبه دوالي ما بتشبه دكتور يعني اصلا في هذا الاختلاف الفني اللي انا ضليت اقدمه. وعبالي كفي بهذا النوع من الاختلاف. يعني حتى انا